تحفه. اوكي مريندا، يو لايك ميسي اور مو صلاح؟ وعندهم عادات وتقاليد بتقول لك ان انت لو دخلت على الكنيسه دي ورنيت الجرس وتمنيت امنيه بتتحقق. حاسس بايه معايا؟ انا جوعان بصراحه. عمر جوعان وهنشوف محل بيتزا لان انا بعشق البيتزا. الواحد سرح 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 بجد، الشوارع تحفه تخليك تمشي. نسيت عمر، خلينا نشوف ايه عامل ايه عمر دلوقتي. عموري، هلا والله يا زلمه، هلا والله يا زلمه. والله يا عم فهد بقعدتك دي وانت قاعد تحس ان انت عايز تقول ايه؟ اللهم ادخلنا الجنه. بصراحه يعني جميعا ان شاء الله. فهي قناه اسمها مغامرات شفيق على اليوتيوب، وانا كنت مستمتع جدا باللقاء معاك وانبسطت جدا ان انا شفت حد سعودي وانبسطت ان انت ندهتني. ايام انا ما شفت احد عربي. مايوركا. طلع على مايوركا. طلع على مايوركا وبس يشرب ويروح ويرقص وكذا وهي ما بتبيع. يعني هو اصلا اللي هتتجوزه في مايوركا قاعد مقضيها وهي اللي بتلم فلوس العرس. والمفروض يا جماعه ما بين بحيره بوهين وبحيره بلاد بالظبط 20 دقيقه بالعربيه. هو عموما البحيرتين تحفه. يا سلام يا عمر، بجد تسلم ايدك يا صاحبي. عمر يا جماعه هو اللي ضحى بنفسه وقلع الكوتشي ونزلنا الميه. ضحيت بحياتي. ونزلنا الميه ورجعنا تاني من غير ما نتبل ومن غير ما نعمل اي حاجه. بجد يا عمر انا بشكرك من قلبي، تسلم. واو ده نزلت معاه اصلا. يا عمر انبسطت يا صاحبي؟ الحمد لله. بجد يا جدعان الموضوع تحفه جدا، وانا بصراحه اول مره اركب كاياك في وسط بحيره في وسط جبال تحفه جدا. واحنا خلصنا كده بحيره بوهين وطالعين على بحيره بلاد. يلا بينا. يلا يا معلم. والمفروض يا جماعه ما بين بحيره بوهين وبحيره بلاد بالظبط 20 دقيقه بالعربيه. هو عموما البحيرتين تحفه. واحنا كده وصلنا بحيره بلاد، وده الباركنج. واول ما بتركن كده تلاقي مطعم وكافيه، اجواء تحفه جدا. البحيره يا جدعان لونها ازرق ولا كأنه بحر. واو على الاجواء. بحيره في وسط الجبال، المايه زرقاء زرقاء، خصوصا ان البحيره فيها جزيره وتقدر تروح الجزيره بالمركب الخشبيه ديت. الناس بتيجي تنبسط جدا بالميه وبالبط. بجد اجواء تحفه جدا، والميه نقيه جدا. بحيرة بلاد هنا تعتبر من أجمل بحيرات أوروبا اللي موجودة على جبال الألب السلوفينية. والمفروض إن الجزيرة اللي موجودة هنا فيها كنيسة، وبيروحوا يتفرجوا على الكنيسة الأثرية اللي بقالها 500 سنة هنا في الجزيرة ديت. وعندهم عادات وتقاليد بتقول لك إن أنت لو دخلت على الكنيسة دي ورنيت الجرس وتمنيت أمنية بتتحقق. الناس هنا طبعا مبسوطة جدا، رايقين جدا، كله قاعد مستمتع. الجو النهارده مشمس وجميل جدا. كل حاجة هنا تحفه، مفيش حاجه اصلا مش حلوه. يعني الجبال حواليك، البحيره، الميه زرقاء، كل حاجه تمام. انت منين؟ السعوديه. من السعوديه. قول لي بقى ايه انطباعك بسلوفانيا، وايه انطباعك بالبحيره، وايه انطباعك ببحيره بلاد عموما يعني؟ جميله جميله رايقه، خاصه انه وفقنا اليوم الجو مشمس شوي. الحمد لله. حتى البحيره بتاعت زلمسي مش نقيه كده، الميه اغمق. وذبحنا البرد هناك. والجو كله ثلج وسقعه وامور. لا بس ما شاء الله عليك، انت اول ما لقيتني بتكلم عربي تعالى. الحميه العربيه.
الدم العربي يا باشا يقرب عروقنا. اجدع ناس والله الله بجد. يسلمك سبحان يا الله الطبيعه هنا خلابه جدا. أكيد الواحد 100%. من كتر ما هو شايف طبيعه حاسس ان هو بقى ريلاكس زياده عن اللزوم. أيوة والله. اعصابه هديت، ولا زحمه بقى شوارع ولا عوادم سيارات. قول لي بقى الشعر ده، انا اقرب منك عشان تقوله لي. قول لي بقى الشعر الجميل دوت. واحنا دلوقتي هنسمع شعر سعودي من حد قاعد مستمتع بالهواء الجميل والبحيره اللي لونها ازرق دي. لان الشاعر يقول الجو كان بعض العرب جو، لان هو ينبسط بالناس اللي معاه يعني يستمتع، وان كان ما جوني فلا زال جوي يعني ما يسعد بالمنظر ده يعني. بيقول الارض خضراء والسماء كلها نو، والعش وسط الفياض متروي، يعني كله ميه وكله امور كويسه يعني. الله عليك بجد. يعني اجبتك اياه بالنبطي وبالمصري. بس تحفه تحفه تحفه. بتحب مصر؟ اعشقها عشق. وانا بحب مصر جدا بصراحه. حافظ ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب وشاديه تنزل مصر كتير؟ انا انزل القاهره كل فتره. قعدت في القاهره فتره يعني. ايه اكيد، لان في قريب اللي هناك يدرس وامر كل فتره وازوره. بس بصراحه سلوفينيا تحفه قوي. انا ما كنتش اتوقع ابدا انها تكون بالجمال دوت. جميله. لا، والميزه كمان او المميز في المكان هنا ان الهواء حلو وفي هواء. يعني انا لما رحت زلمسي الجو واقف، يعني الجو واقف شويه، مفيش هواء. رطب كثير. أيوة. والجبال كاتمه يعني. هنا في انفتاح شوي. وخلي بالك بحيره بوهين هنا بالظبط نص ساعه، الاجواء تحفه. اخدت كاياك هناك، مشيت في البحيره، نزلنا اجواء وهميه. ونفس على فكره نفس الاجواء هنا، بحيره جميله. بس هو المميز في المكان ده الجزيره، لان الجزيره دي فيها كنيسه بقى لها 500 سنه. بيروحوا الجزيره بالمركب اللي هناك ديت، المركب الخشبي بيقضي الجزيره دي تعتبر يعني معروفه ومشهوره جدا. وفي نفس الوقت انا برضو هقول لك معلومه على السريع كده، انا قلتها للناس معايا. البحيره دي تعتبر من اجمل بحيرات اوروبا، وبقالها اكتر من 500 سنه الناس بتجيلها كسياحه. من اول ما الكنيسه دي اتبنت يعني فيها سياحه بقالها 500 سنه. غير كده ان البحيره ديت تعتبر من اكبر واجمل بحيرات اوروبا اللي على جبال الألب السلوفينيه. طبعا دي جبال الألب السلوفينيه منظرها خطير. وعايز اقول لك برضو حاجه يا عم فهد، انا برضو من الحاجات اللي استغربتها جدا هنا ان البحيره اللون الميه فيروزي ازرق. يعني صح. يعني احنا عندنا مثلا النيل او نهر الدانوب كان في هنغاريا، ما كانش الميه زرقاء كده والميه الارض باينه، يعني تحس انها بحر مالح مع انها بحيره ميه عذبه. سبحان الله بجد يعني. والله يا عم فهد بقعدتك دي وانت قاعد تحس ان انت عايز تقول ايه؟ اللهم ادخلنا الجنه. آمين. بصراحه يعني جميعا جاي من الحراره 50 درجه. السعوديه 50 درجه. واو 50 درجه دي عاليه جدا. انا محمد شفيق، عندي قناه على اليوتيوب اسمها مغامرات شفيق، هعديها لك دلوقتي. بنصور الاماكن الطبيعيه، بنعمل مغامرات، بنتعرف على الناس، بنشوف الاماكن السياحيه كلها، بنحاول ان احنا نعرف الناس الاماكن السياحيه، بنكتشف مدن جديده. فهي قناه اسمها مغامرات شفيق على اليوشوب. وانا كنت مستمتع جدا باللقاء معاك، وانبسطت جدا ان انا شفت حد سعودي، وانبسطت ان انت ندهت لي. انا ما شفت احد عربي. ما شاء الله عليك. تعودت على الجو الاجنبي ده بجد ما شاء الله عليك. ومبسوط جدا ان انت اول ما سمعتني بتكلم عربي ندهت لي وتعالى وكده، وتشرفت بيك جدا بصراحه. وانجوي وانجوي واستمتع، وما شاء الله عليك يعني قاعد في مكان رايق جدا. الله يسلمك حبيبي يا كبير. اي اوامر. الله يسلمك. السلام عليكم. شرفت بيك يا عم فهد. مع السلامه يا عم فهد. واو بص نط يا باشا في الميه. خلي بالك الميه ساقعه. حبيبي يا عم فهد. يلا سلام عليكم. مع السلامه. بجد الاجواء ممتعه جدا. حتى الناس اللي بتقعد هنا بتكون نفسيتها مستريحه لدرجه ان هو قال لي شعر. النفسيه مستريحه جدا بصراحه. تحفه الاشجار والقعده وكل حاجه تحفه بجد. يا جماعه الميه نقيه جدا. اجواء بحيره بليد مختلفه عن اجواء بحيره بوهيني بنسبه 180 درجه. الناس هنا مستمتعه جدا وقاعدين برضو نفس النظام، في كاياك وفي ناس بتنزل الميه. بس المختلف فيها موضوع انك انت تروح الجزيره وانك انت تتفرج على الكنيسه اللي بقى لها 500 سنه.
From where? We. والمفروض ان انا لقيت ناس بتنده لي بتقول لي واو انت بتصور وانت منين وكذا، قلت لهم برضو شانل يوتيوب. From where? I am from Argentina. When it's Argentina. First visit Slovenia? first time, yeah. It's excellent, right? It's beautiful. It really surprised me. You like Argentina? Yeah, I love Sure. You like Messi? What's your name? it. Stasha. From where, Stasha? Serbia. Serbia. From Serbia. This your friend come to visit Slovenia? We met here. You meet here? Yeah. Wow, it's nice. I love it. I think there's beautiful lakes here in Slovenia. Yes, Yeah. it's good. What's your work? I'm a freelancer. Freelancer. A freelancer for what? Social media. Social media. Wow, it's good. And You know, you? for social media. Nice. Yes. Where are you from? I'm from Egypt. Oh, Egypt. Nice. I like it. Never been there. Don't going Egypt before? No, You can make plan to visit Egypt. Soon. Soon. I would love to. Yes, sometime in my life I will try to. Okay, all the time come in here your holidays. Okay, Miranda, you like Messi or Mo Salah? Messi because I'm from Argentina. I am from Egypt. Mo Salah top for me. Yeah, it's okay. But it's good lake. Good lake. Beautiful. Very beautiful. You going for island? Yeah, I will probably go. It's good. This maybe. chair, all people tell me when going this island and make fashion in this chair, you make hope anything, it's calm. Yeah. That's right? Let's go there. Okay, nice to meet you, and I like lake, I like you, and I like everything in here. Thank you so much. Thank Want you. anything? Bye. Bye bye. باي باي. بجد يا جماعه الناس هنا عسل جدا وانا انبسطت قوي. والارجنتين جميله. الارجنتين جميله بس هم بيحبوا ميسي وبالنسبه لهم ميسي ده رقم واحد في العالم يعني. هو خلاص بتقول لي اون ذا وورلد، خلاص هو بالنسبه لها ميسي ده رقم واحد. بجد يا جماعه الاجواء حلوه قوي وانا انبسطت جدا، والقصر اللي فوق دوت شكله تحفه جدا، بس هو معروف يعني في المكان هنا في بحيره بليد ان القصر اللي هناك دوت المفروض ان هو بتاع حد غني جدا وهو بنيه فوق الجبل. بجد الاجواء تحفه جدا وسلوفينيا حلوه قوي، وخلينا نروح نشوف المحطه الجديده على العاصمه الاولد سيتي لوبيانا. يلا بينا. اخيرا شفنا مباني وشفنا جو مدينه شويه، يعني طول الوقت من ساعه ما دخلنا سلوفينيا واحنا عمالين نشوف جبال وخضار. هي بصراحه العاصمه مختلفه جدا، حاسس ان هي قديمه شويه بس مميزه. واحنا دلوقتي مشينا بالظبط حوالي 40 دقيقه من بحيره بليد ووصلنا لوبيانا العاصمه. والمفروض ان احنا هنا ركننا العربيه، بس خلي بالكم يا جماعه موضوع الباركنج هنا طلع موضوع يعني. بس من الواضح كده يا جماعه ان سلوفينيا ما فيهاش اي مباني او ما فيهاش اي ابراج. خلصنا الباركينج يا معلم. قول لي عملت شوف ها عنا ساعتين بالظبط. بص يعني انت دخلت على الابلكيشن نزله يا معلم، بتحط رقم تليفونك، بتحط اللايسنس بليت وبعدين خلاص بتعير انت الوقت اللي بدك اياه وبس. حلو جدا، بس وتدفع بالابل باي. لا بالبيت. حلو جدا. ايزي بيزي. واو بص الجبل اللي فوق دوت. واحنا حاليا في سلوفينيا، حاليا في لوبيانا في العاصمه السلوفينيه. واخ اخيرا في بيوت، بس يا جماعه البيوت صغيره جدا. سامع بالصوت؟ ده صوتي بقى؟ هذا صوت البوشات. تمام. ليش بيحطوها؟ ليش بيحطوها؟ للأعمى. للأعمى. عشان يسمع. يعني لما يعمل تك 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 خلاص الأعمى بيوقف. خلاص الأعمى يعني الأعمى يمشي. واو. المفروض إن احنا دلوقتي في قلب التاون تاون، أو المفروض نعتبر في قلب العاصمة لوبيانا. الموضوع برضو مختلف، تاريخي جدا. طبعا هي الأجواء ولا أروع، وبص الشوارع أصلا اللي ما بين البنايات شكلها تحفة إزاي. غدا رايق، كوباية اسبريسو، شكرا على كده. ولا يا عمر انت حاسس بايه معايا؟ انا جوعان بصراحه. عمر جوعان، وهنشوف محل بيتزا لان انا بعشق البيتزا. واخدنا الشارع ده بالصدفه، وصلنا لمكان جميل جدا وفي مبنى جميل جدا. انا بستكشف معاكم المكان، واحنا دلوقتي بنستكشف مع بعض الاجواء كلها ككل يعني. بصراحه تحفه جدا. المطاعم اللي هنا شكلها احلى. في بحيره هنا، طبعا هو المباني ديت ما بين نهر، المبنى دوت والمبنى دوت ما بين نهر. احسن من الشارع التاني بكتير. انا حاسس ان انا كنت جوه بره وهنا جيت على الشاطئ. المكان ده احلى، خلاني اتفائل. منطقه حيويه اخيرا. انا كنت خلاص فقدت الامل. جامده.
طبيعة جميلة جدا، والنهر اللي ماشي وسط المباني والأسواق القديمة دي شكله خيلة، شكله جميل جدا. المبنى اللي ورايا ده المفروض ان هو مبنى كنيسه، الكنيسه ديت المفروض ان هي من القرن ال17 ولونها الوردي ده هو اللي مخليه يميز المكان كله، بيبان في اي صوره. انا دي اغرب حاجه شفتها في حياتي، يعني حاجه غريبه جدا بصراحه. بتعمل ايه يا معلم؟ جنتلمان ها؟ This gentleman؟ واو. هو بيبيعوا حاجات غريبة جدا. وهنا في سلوفينيا وتحديدا في لوبيانا في العاصمة في الأولد تاون هنا موجود العادات والتقاليد. هنا المفروض ان عادات وتقاليد أوستريا، ان الأستاذة ديت هي العروسة. واتس يور نيم؟ فانيسا. هي العروسة، المفروض ان دول اصحابها. فانيسا. المفروض ان هم يا جماعة بيجمعوا لها عشان الفرح بتاعها، ودول اصحابها، واصحابها المفروض ان هم بيجيبوا حاجات من عندهم في البيت ومشاريب ويبيعوها لاي حد ماشي. وهي العروسه القمر ديت بتجمع للفرح بتاعها، يعني عندهم مشاريب، عندهم حاجات حلوه بيدوها للناس وبيقدموها للناس وبفلوس طبعا. يعني احنا كده كده المفروض ان احنا لو خدنا اي حاجه من هنا المفروض ندفع فلوسها او بنساعدها بيها. وهو معروف يعني ان هم بيبقوا موجودين في الساحل. شور. يعني 2 يورو 1 شوت. اوكي. انت بتحط هنا يا باشا ال 2 يورو وتاخد الشوت. انا مش عارف بصراحه هل هو حقيقي ولا دي طريقه جديده، بس من الواضح يعني ان هو كل الناس دي مش هتعمل حوار عشان تجمع فلوس يعني. فما اعتقدش ان 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني 8 بنات، ما اعتقدش ان هم يعملوا حوار او يجيبوا حاجات من البيت عشان يجمعوا للعروسه.